الأداء الصوتي للشيخ عبد الله الجهني إمام الحرم بمكة المكرمة. ولد فضيلة الشيخ عبد الله الجهني بالمدينة المنورة عام 1396 هجريا الموافق لعام 1976 ميلاديا. أتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة بمسجد الأشراف بالمدينة المنورة، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وسبقها بالدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. فاز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم العالمية بمكة المكرمة وهو في 16 من عمره. يتميز الأداء الصوتي للشيخ عبد الله الجهني بأسلوب فريد يجمع بين النمط المدني والحجازي التقليدي. يشتهر الشيخ عبد الله الجهني بتلاواته الحجازية العذبة التي تمزج بين الوقار والهيبة، وهو أسلوب قريب من ترتيل أهل الحجاز التاريخي الانسيابي. يبتعد الشيخ عن التكلف في استخدام المقامات، حيث ينساب صوته بتلقائية بتفاعل مع معاني الآيات، مما يجعل التلاوة موجهة نحو التدبر أكثر من الاستعراض النغمي. يوظف الشيخ عدة مقامات صوتية بحسب سياق الآيات، ومن أبرزها مقام السيكة يتميز فيه الشيخ بشكل كبير، حيث يتميز هذا المقام في صوته بالترنم الذي يأخذ مجامع القلب ويضفي لمسة من الحنين والخشوع. مقام الحجاز يستخدمه الشيخ غالبا في التلاوات الفجرية، وهو مقام يتسم بالحزن الشفيف والوقار الذي يناسب سكون الفجر. مقام البياتي يميل إليه في الصلوات الجهرية المعتادة في كونه مقاما يحوي على التضرع والخشوع، ويساعد السامعين على التفكر والتدبر. يمتلك الشيخ قدرة عالية على التنقل بين طبقات القرار الغليظ والجواب الحاد بسلاسة، مما يمنح تلاواته تنوعا صوتيا يكسر الرتابة، كما يظهر الجمال الحقيقي لصوته بدون مكبرات الصوت، حيث يتسم بوضوح مخارج الحروف والترتيل المتقن. جزى الله عنا فضيلة الشيخ الإمام عبد الله الجهني.